السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. في الساعات الأخيرة كلنا امبارح صحينا أو على ترند تافه جدا، وهو قرآن مشاكل. قرآن مشاكل امبارح كتب كتابه على حفيدة الحاج أو المرحوم شعبان عبد الرحيم. طبعا كلنا كنا شفنا قبل كده الفرح اللي اتعمل والتحرش اللي كان بيحصل في الفرح بتاعه. فامبارح طلع ابوه: انا بشتكي ابني، وانا ابني بيضربني، وانا ابني بيعمل فيا، وانا ابني بيسوي فيا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا عم الحاج ان ابوه بعد ما خلص قانون مشاكل الفرح، ابوه طالع بيحكي بيقولك ان هو جه اتهجم، جاب عيل اسمه بطاطا صاحبه ومعاه واحد تاني، دخلوا على اخوهم محمد وابتدوا ان هم يتعدوا عليه بالضرب. ولكن وصلت كمان ان ابوه فعلا ان هو ده من خلال اللايف اللي كان بيعمله ابوه امبارح. قال: الحقوني، كروان ابني بيضربني، كروان ابني بيعمل فيا، كروان ابني بيسوي فيا، وانا هتصل بالحكومة. وفعلا راح اتصل بالنجدة، والنجدة قبضت على كروان مشاكل في حدائق القبة. قبضوا عليه في حدائق القبة. ولكن بيقول لك ان هم بعد ما اعتدوا عليه بالضرب، اخوه تقريبا اتصاب في ايده او ايده اتكسرت او اتجزعت، الله اعلم مش عارف. ولكن الموضوع اللي الواحد بيستغرب له، يعني كران مشاكل ده لو طلع كح بيبقى ترند. يعني هو شاطر في الحتة دي، بيعرف ازاي يخلي الاضواء حواليه. لو بقولك لو طلع كح بيبقى ترند، وتفوق على نجوم كتير في المنطقة دي تحديدا. يعني ناس كتير اتفوق عليها في القصة ديت، وحاجة كده، حاجة غريبة. يعني سبحان الله، يعني رغم يا أخي تحسه النهبل، يعني تحسه النهبل، وتحس برضو أبوه كده تحسه فيه حاجة مش مظبوطة. تحس إن العيلة ديت يعني ما فيها حاجة كده مش مظبوطة، فيها هبل، عبط. يعني تحسهم كده جماعة كده سبحان الله. و... وحفيدة لويس التاسع اللي اتجوزها دي حفيدة لويس التاسع، حفيدة شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم أفهم أنا بس. شعبان عبد الرحيم ده فتح حكة يعني، ولا من العشرة المبشرين بالجنة، ولا إيه؟ استغفر الله العظيم، يعني مش عارف أنا. فيا سيدي راجل فنان، يا الله يرحمه، كان كويس وكان راجل غلبان. انما ما يعني احنا بشر، يعني احنا بشر ومن حقنا، يعني لينا طاقة ولينا طاقة احتمال. يعني فمش فاهم. عمك علي راجل بروفيسور بيفهم في كل حاجة ما شاء الله. وكران مشاكل اللي هو اي مكان يروح ويبقى فيه ترند، سبحان الله، يعني سبحان الله. يعني له في خلقه شؤون، صدق الله العظيم. حاجة كده تستغرب لها. وما شاء الله امبارح بالفعل مش تفهمش هل ده فعلا هو ترند عمله فعلا او حدوتة جديدة عملها فعلا، ولكن في شيخ وفي قاعدة كده على الهادي، وفي يعني تحس ان في اجواء فعلا فيها فرح وفيها جواز. قرآن مشاكل ده فعلا يحيرك، حاجة كده تحير كده، وحاجة كده حاجة غريبة، حاجة غريبة حاجة غريبة. انتوا عارفين ليه؟ انا مش عارف. اللي عارف يقول لي في التعليقات. تصبحوا على خير، سلام عليكم.